كيف كانت علاقة الحسن الثاني برؤساء الجزائر؟ هذا الفيديو للجزائريين وللمغاربة. حين يتكلم التاريخ يجب أن يصمت الجميع. بدأت خيوط العلاقة تتشابك قبل اعتلاء الحسن الثاني العرش، وتحديدا في كنف والده الملك محمد الخامس، الذي جعل من المغرب قاعدة خلفية ودعما استراتيجيا حيويا لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. فقد قدم القصر الملكي المغربي الملاذ الآمن والمال والسلاح والتدريب للمجاهدين الجزائريين إيمانا بوحدة المصير المغاربي. ومع تولي الحسن الثاني مقاليد الحكم في فبراير 1961 ورث تركة ثقيلة من الالتزامات الأخلاقية والاتفاقات السياسية، كان أبرزها الاتفاق السري الموقع في 6 يوليو 1961 بين الملك محمد الخامس والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحة عباس. هذا الاتفاق التاريخي نص صراحة على ضرورة حل المشكلات الحدودية الموروثة عن الاستعمار الفرنسي من خلال المفاوضات بمجرد حصول الجزائر على استقلالها، وهو ما اعتبره المغرب اعترافا ضمنيا من قادة الثورة الجزائرية بحقوقه التاريخية في مناطق اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر الفرنسية. ومع ذلك فإن رحيل محمد الخامس المفاجئ وتولي الحسن الثاني السلطة في سن 31 تزامن مع تحولات بنيوية داخل القيادة الجزائرية، حيث بدأ الجناح العسكري في جبهة التحرير بالهيمنة على مفاصل القرار، مما أدى إلى تآكل قيمة الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المؤقتة لصالح عقيدة الحدود الموروثة عن الاستعمار. عهد أحمد بن بلة، انكسار الحلم واندلاع حرب الرمال. بمجرد استقلال الجزائر في يوليو 1962 وتولي أحمد بن بلة رئاسة أول حكومة ثم رئاسة الجمهورية، بدأت ملامح التوتر تطفو على السطح. تبنى بن بلة توجها اشتراكيا ثوريا راديكاليا متأثرا بالناصرية في مصر، وهو ما خلق فجوة سحيقة مع الحسن الثاني الذي كان يسعى لتحديث المملكة المغربية في إطار ليبرالي مرتبط بالغرب. وفي مارس 1963 زار الحسن الثاني الجزائر في محاولة لتذكير بن بلة باتفاقية 1961 الحدودية، إلا أن الأخير واجه المطالب المغربية بالرفض القاطع، معتبرا أن الأراضي الجزائرية قد رويت بدماء 1.5 مليون شهيد ولا يمكن المساس بحدودها. أدى هذا الانسداد الدبلوماسي إلى مناوشات حدودية تصاعدت بسرعة لتتحول إلى حرب الرمال. في أكتوبر 1963 اندلعت المعارك في مناطق تندوف وحسيبيضة، حيث أظهر الجيش المغربي تفوقا تكتيكيا وميدانيا بفضل تجهيزاته الحديثة وخبرة قياداته، بينما كانت الجزائر تعتمد على جيش تحرير وطني متمرس في حرب العصابات، ولكنه يفتقر للأسلحة الثقيلة والتنظيم العسكري النظامي. انتهت الحرب عسكريا بتدخل منظمة الوحدة الإفريقية واتفاق باماكو لوقف إطلاق النار في فبراير 1964، لكنها تركت جرحا مزمنا في الوجدان الجزائري الذي اعتبر الخطوة المغربية غدرا في وقت كانت فيه الدولة الوليدة تحاول لملمة جراحها. هواري بومدين، صراع الشرعيات والقطيعة الطويلة. بوصول العقيد هواري بومدين إلى السلطة عبر التصحيح الثوري في يونيو 1965 دخلت العلاقات المغربية الجزائرية مرحلة جديدة من المواجهة الباردة التي اتسمت بالندية الشديدة. كان بومدين يمثل النموذج العسكري الصارم الذي يطمح لجعل الجزائر يابان إفريقيا والقوة المهيمنة في المنطقة، وهو ما اصطدم مباشرة مع طموحات الحسن الثاني الاستراتيجية وشرعيته التاريخية كملك وأمير للمؤمنين. من اتفاقية إفران إلى انفجار ملف الصحراء.
شهدت بداية السبعينات محاولة جادة وجريئة لتجاوز إرث حرب الرمال، ففي عام 1970 توجه الملك الحسن الثاني إلى مدينة تلمسان الجزائرية للقاء بومدين في رحلة رمزية هدفت إلى استثمار المشترك الثقافي والارتباط الأسري بين المدينتين التاريخيتين فاس وتلمسان. أثمرت هذه التحركات عن توقيع اتفاقية إفران في عام 1972، حيث وافق المغرب بموجبها على الاعتراف النهائي بالحدود الحالية مقابل تعاون اقتصادي ضخم لاستغلال مناجم غار جبيلات الحديدية. غير أن هذا التقارب لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انهار مع بدء انسحاب الاستعمار الإسباني من الصحراء الغربية. اعتبر الحسن الثاني استرجاع الصحراء عبر المسيرة الخضراء في عام 1975 استكمالا للوحدة الترابية المغربية، بينما رأت فيها الجزائر بزعامة بومدين خارقا لمبدأ تقرير المصير ومحاولة مغربية للتوسع الإقليمي. تشير المذكرات التاريخية إلى أن بومدين استقبل قرار المسيرة الخضراء بغضب شديد، وبدأ في تقديم الدعم المطلق لجبهة البوليساريو، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1976 بعد اعتراف الجزائر بالجمهورية الصحراوية. خلال هذه الفترة تعرض نظام الحسن الثاني لضغوط هائلة تزامنت مع محاولتي انقلاب عسكري فاشلتين 71 و 72، وقد رهنت القيادة الجزائرية في عهد بومدين على سقوط الملكية في المغرب لتعويضها بنظام جمهوري يسهل التفاهم معه، بل وذهبت بعض التقارير إلى اعتبار التحركات الجزائرية محاولة لإضعاف الملكية المغربية من الداخل من خلال دعم المعارضة اليسارية. عهد الشاذلي بن جديد، خيمة الحكمة والمقايضة السياسية. يمثل تولي الشاذلي بن جديد رئاسة الجزائر في عام 79 1900 تحولا جوهريا من ايديولوجيا الصدام إلى واقعية المصالح. فعلى عكس بومدين كان بن جديد يميل إلى التهدئة والتركيز على التنمية الداخلية وبناء تكتل مغاربي يواجه التحديات الاقتصادية العالمية. كواليس لقاء العقيد لطفي وعبقرية الخيمة الحدودية. في عام 1983 وبوساطة مكثفة من العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تم ترتيب لقاء تاريخي بين الحسن الثاني والشاذلي بن جديد عند المركز الحدودي العقيد لطفي. تروي الشهادات أن الملك الحسن الثاني بذكائه البروتوكولي المعهود اقترح فكرة نصب خيمة مغربية تقليدية على خط الحدود تماما، بحيث يجلس كل زعيم في الجزء الذي يمثل تراب دولته، تجاوزا لأي حساسية تتعلق بالسيادة أو بروتوكولات الزيارات الرسمية. هذا الانفراج سمح بفتح الحدود البرية وانتعاش التجارة البينية، بل ووصل الأمر إلى طرح المغرب عبر المستشار رضا قديرة فكرة الوحدة بين البلدين في عام 1984 كحل نهائي للنزاعات، وهي الفكرة التي قوبلت بنقاشات جادة داخل أروقة السلطة في الجزائر قبل أن تتوقف بسبب تعقيدات ملف الصحراء. لقد كان ابن جديد يرى في الحسن الثاني رجل دولة يمكن الوثوق بتعهداته، بينما كان الملك يرى في الشاذلي شريكا عسكريا يتحدث بلغة الصراحة بعيدا عن المناورات الإيديولوجية البومديانية. محمد بوضياف، حلم الوحدة الذي أجهضه الرصاص. تعد علاقة الحسن الثاني بمحمد بوضياف من أكثر الفصول إثارة وتراجيديا في تاريخ البلدين. بوضياف الملقب بالطيب الوطني قضى 28 عاما في منفاه الاختياري بالمغرب، وتحديدا في مدينة القنيطرة، حيث عاش كمواطن مغربي محترم يدير مصنعا للآجر، وكان يحظى برعاية مباشرة وحماية شخصية من الملك الحسن الثاني. عندما استدعى بوضياف في يناير 1992 لاستدعي لترأس المجلس الأعلى للدولة وإنقاذ الجزائر من الانزلاق نحو الحرب الأهلية، كان الحسن الثاني قلقا للغاية على مصير صديقه القديم.
تشير الروايات إلى أن الملك قدم نصيحة أخيرة لبوضياف في لقائهما الأخير بالقصر الملكي، محذرا إياه من العودة في ظل تحكم جنرالات الجزائر بالقرار، قائلا له بمرارة: أنني لا أضمن رجوعك يا صديقي. وبالفعل لم يدم حكم بوضياف سوى 166 يوما. اغتيل على المباشر في يونيو 1992، وهو ما اعتبره الحسن الثاني خسارة كبرى وفرصة ضائعة لطي ملف الصحراء نهائيا، نظرا لأن بوضياف كان يمتلك رؤية وحدوية تتجاوز النزاعات الحدودية الضيقة. اليمين زروال، سنوات الجمر وإغلاق الستار الحديدي. بوصول الجنرال اليمين زروال إلى السلطة في عام 1994 تزامنا مع ذروة العشرية السوداء في الجزائر، عادت العلاقات مع الحسن الثاني إلى مربع التوتر الحاد. كان زروال يمثل الجناح العسكري المتشدد الذي يرى في المغرب تهديدا أمنيا، خاصة مع اتهام الجزائر للرباط بغض الطرف عن تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود. حادثة فندق إسني والقطيعة البرية المستمرة. في أغسطس 1994 وقع تفجير إرهابي استهدف فندق إسني في مدينة مراكش، وأدت التحقيقات المغربية والفرنسية إلى اعتقال عناصر من أصول جزائرية، مما دفع المغرب لفرض تأشيرة دخول على الجزائريين بشكل مفاجئ. رد الرئيس اليمين زروال بغضب واعتبر القرار المغربي إهانة قومية، فقرر إغلاق الحدود البرية بشكل كامل وفرض التأشيرة بدوره، معتبرا أن المغرب اختار القطيعة في وقت الشدة. استمر هذا الإغلاق حتى وفاة الحسن الثاني، وتحولت الحدود إلى جدار صمت فصل بين العائلات وعطل مشاريع التكامل الاقتصادي، وهو الوضع الذي ما يزال قائما حتى اليوم كإرث ثقيل من تلك الفترة. عبد العزيز بوتفليقة، عقدة النشأة وجنازة الوداع. في الشهر الأخير من حياة الحسن الثاني، وتحديدا في أبريل 1999، وصل عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجزائر. كان الحسن الثاني يعول كثيرا على بوتفليقة لتطبيع العلاقات، ليس فقط لخبرته الطويلة كوزير للخارجية، بل لكونه ابن وجدة الذي ولد ونشأ وتعلم في المغرب، مما يجعله أكثر فهما لسيكولوجية القصر المغربي. تشير التحليلات إلى أن بوتفليقة كان يعاني مما يوصف بعقدة الحسن الثاني، حيث كان يحاول تقليده في كاريزميته وطريقة تدخينه للسيجار، وحتى في بناء المساجد الضخمة. مسجد الجزائر الأعظم كمنافس لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وعند وفاة الحسن الثاني في يوليو 1999 حضر بوتفليقة الجنازة في مشهد مؤثر، وسار بجنب الملك محمد السادس، مما أعطى انطباعا بفتح صفحة جديدة. إلا أن ترسبات الماضي وصراعات النفوذ داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية سرعان ما أعادت العلاقات إلى حالة الجمود. من خلال تتبع 38 عاما من حكم الملك الحسن الثاني، يمكن استخلاص ثوابت استراتيجية حكمت تعامله مع جيرانه في الشرق، وهي ثوابت تقوم على معادلة الندية، الحذر والبراغماتية. كان الحسن الثاني يدرك أن الصدام مع الجزائر ليس صداما على الحدود فحسب، بل هو صدام بين شرعيتين: شرعية الملكية العريقة التي يمثلها، والشرعية الثورية الجمهورية التي يمثلها رؤساء الجزائر. هذا التناقض جعل كل طرف يرى في نجاح نموذج الطرف الآخر تهديدا وجوديا له، وهو ما يفسر محاولات كل نظام استمالة معارضة النظام الآخر في فترات التأزم. دور المؤسسة العسكرية كلاعب خفي. أدرك الحسن الثاني مبكرا أن الرئيس الجزائري مهما كانت قوته الدستورية يظل محكوما بإجماع الجنرالات، لذا كان يتعامل مع الرؤساء خاصة بالجيد وبوضياف كأفراد قد يمتلكون النوايا الطيبة، لكنه كان يحسب ألف حساب للعقيدة العسكرية الجزائرية التي ترى في المغرب منافسا استراتيجيا في الهيمنة الإقليمية.
الجغرافيا كقدر محتوم. رغم الحروب والقطيعة ظل الحسن الثاني يؤمن بأن الجغرافيا تفرض على البلدين التعايش، لذا كان يحرص دائما على ترك شعرة معاوية قائمة سواء عبر الوساطات العربية أو اللقاءات السرية، مؤمنا بأن التكامل الاقتصادي كما في مشروع اتحاد المغرب العربي هو المخرج الوحيد من فخ النزاعات الحدودية. ترك رحيل الملك الحسن الثاني في عام 1999 فراغا كبيرا في المشهد السياسي المغاربي، حيث غاب المهندس الذي عاصر كل الرؤساء الجزائريين منذ بن بلة. إن دراسة هذه العلاقات تكشف أن الصراع لم يكن يوما ما بين الشعوب، بل كان صراعا بين قيادات حاكمة تتبنى رؤى متناقضة لمستقبل المنطقة. لقد نجح الحسن الثاني في الحفاظ على استقرار نظامه ووحدته الترابية رغم الضغوط الجزائرية الهائلة، لكنه رحل والحدود البرية مغلقة وحلم المغرب العربي الكبير معطل. أن مذكرات مستشاريه مثل عبد الهادي بوطالب وعبد اللطيف الفلالي تؤكد أن العلاقة مع رؤساء الجزائر كانت هي الشغل الشاغل للملك، وهي التي حددت الكثير من ملامح السياسة الخارجية المغربية لعقود. وفي النهاية تظل سيرة الحسن الثاني ورؤساء الجزائر فصلا غير مكتمل من فصول التاريخ، حيث لا تزال آثار تلك المرحلة من خيمة مغنية إلى رصاصات عنابة ترسم ملامح الحاضر المليء بالشكوك والمستقبل الذي ينتظر لحظة شجاعة تتجاوز إرث الماضي. أرجو أن تتركوا تعليقات على هذا الموضوع، تعليقات من المغاربة ومن الجزائريين تقول ما يلي: إننا ننتظر لحظة الشجاعة، لحظة شجاعة تتجاوز إرث الماضي.